تالت حاجة سمعتها وعجبتني هي إن أنت مشروعك الخاص. يعني خلينا متفقين إن لو حد طلب منك أكلة حلوة بتعتبرها حاجة جادة جدا وبتقوم تعملها بكل إتقان. لو مش بتعرف تطبخ، لو حد طلب منك خدمة ممكن تهتم قوي إن الخدمة دي رايحة لحد هيشوفك وهيحكم عليك وهيقول انت شخص ملتزم او لا، شخص ناجح او لا. فزي بالظبط لما بنتشيك واحنا رايحين انترفيو او رايحين مناسبة فيها ناس كتير مهمين معزومين، بنهتم قوي ان احنا نلبس حلو، بنهتم قوي نظهر بصورة حلوة. نفس الكلام قدام نفسنا، نتعامل مع نفسنا على ان احنا مشروع ومشروع مهم، وانا محتاج اظهر بصورة كويسة قوي في المشروع ده واتقنه واقدمه على اكمل وجه. ازاي بعمل ده؟ ابدا اركز نقط ضعفي فين. انا مثلا شخص عصبي، انا شخصيتي ضعيفة، انا شخص بيشرب سجاير بشراهة او بياكل بشراهة، وهكذا. اركز ايه العادات اللي انا بجد محتاج اركز فيها، وهفضل اعيد وازيد في نفس الجملة. الحاجات دي عمرها ما هتيجي في الزحمة. انا محتاجة اقعد مع نفسي، لان انا لو ما قعدتش مع نفسي مش هعرف نفسي، ولو معرفتش نفسي هصدق اي حاجة بتتقال عليا من اي حد بره. بجد لما انا بكون مش عارف نفسي كويس وسمعت حد بيقول رأيه فيا، انا ممكن اصدق رأيه فيا بمنتهى البساطة، لاني مش عارف نفسي كويس. فعشان اعرف نفسي انا محتاج اقعد معاها، واقعد معاها وقت كافي، وقت فيه كواليتي. زي ما احنا بنتكلم انه العلاقات بتنجح لما بنقعد مع بعض وقت فيه جودة، انت محتاج اول شخص تقعد معاه الوقت اللي فيه جودة ده هو نفسك. فعشان كده محتاجين نقعد مع نفسنا وقت كفاية، نعرف فيه نفسنا، نركز على نقط الضعف بتاعتنا، ونعتبر نقط الضعف دي هي المشروع بتاعنا الأهم في السنة دي.